استخدم شوية زبدة. طلعت الفطر. هلا في ناس بيحطوا فطر، في ناس ما بيحطوا فطر، فهاي الشغلة اختيارية. أنا بالنسبة إلي الفطر يعني شيء أساسي فيها، وكثير كثير بتعطي طعم طيب. وهون رح احط شوية ثوم، مو كثير، شوي كثير صغيرة. في ناس بتحط بصل، ما بدي اعطي نكهة كثير قوية، بدي نكهة هيك نكهة خفيفة. اوكي خضروات خلينا نقليهم، نقلي الفطر لأنه هون عم نشف الفروج على الآخر. الروز بدي ياخذ هيك لون حلو. يا عيني الله على الرواح. ناخذ هيك تشقيرة، شوفوا ياخذ لون ذهبي شوي كثير. خليه يتقلى شوي شو بدي عم على النار. هلا في ناس بحطوا مثلا مع الفطر بدل الثوم، يعني انتوا هلا انا اول مره رح اعملها رح احط شويه ثوم. مره طلبتها انا اوريك شو يعني، مره طلبوها بيتزا وانا طلبتها، يا ويلي كميه الثوم اللي حاطينها ما كنت اكل. ليك حطيت شيء هيك. وبيستخدموا مية الباستا عشان ما تكون الكريمة كثير ثقيلة. وكمان رح استخدم اللي بيعطينا نكهة كثير طيبة. إذا حطينا شوي، هي تركينا باور بيشتغل كثير. إذا حطينا شوي من الجبنة الكيري كيف مكعبات أو اللي بدكم إياه، بيعطي طعم كثير طيب معه. فأنا هون في هي الجبنة، شوفوا هي الجبنة اللي جايبتها كثير بتعطي طعم طيب كثير مع الباستا الفريدو، يعني طعمتها كثير طيب. انا بصراحه اول مره رح اجربها، ان شاء الله يا رب تكون طيبه ما تنزع لي الطعم يعني. رح احط منها ما فيها شيء يعني بصراحه، لسه مقبوله. اوكي هلا هون كم طبق يا عيني على الفروج. فروج فينا نحطه مع الباستا ويتقلوا هيك. لا نو في حدا كتب لي انه هو لا تكسري كريمه، بس طعم الكريمه كثير طيب. واهم شيء انه هون انا رح اضيف مية الباستا ونضل عم نحضر. رح احط من هاي الجبنة، فينا نحط هيك قطعة كاملة. اوكي يدوب شوي بس لو بلشت والله احسن لي. الكريمة ما بصير كثير تغلي كمان، انا ما بدي اياها تغلي على نار هادية. عسل الرز اخذ لون كثير حلو. ده انا ما حطيته يا عمري، في لونه حلو. كمان ما تشوفي انا هيك شفت. لا اضغطها حبيبتي اضغطها، نحاول ندوبها شوي كيف. يا ريتني بلشتها احسن. رح اقول لكم تجربتي بهي الجبنه بصراحه اذا كانت طيبه ولا لا.